اندلاع حريق هائل في منطقة أبو النمرس. تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمدينة أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن أخشاب بطريق عالية بزاوية أبو مسلم بدائرة المركز. وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى منطقة الحريق وإقامة كردون كامل على المنطقة لمحاصرة النيران المشتعلة. وأيضا يوجد بهذه المنطقة مصنع للمكيفات، وأيضا يوجد مصنع للمراتب الأسفنج، وأيضا يوجد مصنع للتنر، ويوجد مصانع عديدة بهذه المنطقة. وللذكر والعلم أن صاحب مصنع الأخشاب لن يتواجد الآن في البلاد، بل هو الآن في سفر لعلاج نجله في الخارج وإقامة عملية له. وبالذكر أن نجله مصاب بمرض السرطان. وكما بالعلم فإن بعض العمال في هذه المنطقة يدعو لهذا الرجل صاحب مصنع الأخشاب بما حدث له من نكبة في مصنعه وحرق جميع المصنع بأكمله، ويدعو لابنه بالشفاء العاجل بإذن الله، وأن يلطف به ربه بعد أن يسمع هذا الخبر عن اندلاع الحريق بالمصنع كامل. كما بالذكر أن بعض العمال يقولوا أن الانفجارات التي يسمعوها وألهبة النيران العالية فهي تأتي من مصنع التكييفات الذي بجوار مصنع الأخشاب الذي التهمه النيران وأحاطت المنطقة النيران. وحمدا لله حتى الآن لم نتلقى أي أخبار عن إصابة أي أشخاص من أحد العمال الموجودين في هذه المنطقة. وكما نرى أن النيران تشتعل بزيادة وتنفجر بعض الأصوات، نسمع بعض أصوات الانفجارات في المنطقة. وبالفعل بدأت سيارات الإسعاف بإخماد النيران بعد عملها في كردون محيط للمنطقة لكي لا تخرج ألهبة النيران إلى المناطق الأخرى. وبالذكر يوجد برضك في هذه المنطقة بعض الأشجار التهمتها النيران، وندعو الله أن يلطف بهذه المنطقة ويلهم أصحاب المصانع الصبر على الخسائر المادية التي نالتهم من هذا الحريق الهائل الضخم. والآن سيارات الإسعاف كما قلت لكم تقوم بدورها لإخماد الحريق الهائل الذي اندلع في منطقة أبو النمرس في جنوب محافظة الجيزة. وكما ترون النار تعلو في السماء، وأيضا الدخان يملأ هذه المنطقة، وأصوات المفرقعات التي تحدث من المصانع، سواء أن كان مصنع الخشب أو مصنع المكيفات التكييفات أو مصنع البلاستيك. نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى لأصحاب المصانع أن يلهمهم الله الصبر.